اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات بسنت ستيبس. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه في المبادئ بتاعه ال HTML، فيلا بينا نشوف ايه هي. النهارده هنتكلم على خاصيه الديسبلاي، وهي الخاصيه اللي بتحدد كيفيه ظهور العناصر جوه صفحه ال HTML. مثلا ساعات بنلاقي عناصر بتاخد السطر كله، وساعات بنلاقي عناصر يا دوبك بتاخد على قد مكانها. طب مين اللي قال دي تعمل كده ومين اللي قال دي تعمل كده؟ اللي عمل كده هي خاصيه الديسبلاي اللي بتكون assigned على كل عنصر. ففي عناصر بتكون assigned ان هي بلوك، يعني بتقفل السطر كله وبتاخدش اي حد تاني جنبها. وفي عناصر تانية بتكون inline، ودي اللي بيدوبك بتاخد على قد مكانها وبتقدر اي عنصر يجي بعدها يجي جنبها على طول. تقدر بمنتهى السهولة تخلي الانلاين بلوك والبلوك inline عن طريق استخدامك لخاصية الديسبلاي. مش بس دي الفاليوز الوحيدة اللي ممكن ياخدها العناصر، لا، في فاليوز تانية زي مثلا انه يبقى فليكس، او انك تعمل ديسبلاي على انه شكله جريد او على شكل تيبل، او تعمل ديسبلاي انلاين وبلوك، وحاجات تانية كتير قوي تقدر تعملها بخاصية الديسبلاي. خاصية الديسبلاي دي خاصية موجودة في CSS، وتقدر تأساينها على الاليمنت بتاعك وتتحكم في طريقة ظهوره.